السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، سعيدة بلقاكم كيف العادة فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وصحة جيدة يا رب ان شاء الله. اليوم باذن الله غادي نقترح عليكم فكرة للغداء او للعشاء: كراتان بالدجاج وبالبطاطا. كيجي رائع جدا، لذيذ المذاق ديالو، بنين بنين بزاف، يعني غادي يعجب وليداتكم. تصايبوه في هذه الحرارة، كيجي ساهل، مقاديره بسيطة والطريقة اسهل. على بركة الله نبداو استيراد المقادير والطريقة في نفس الوقت. غادي ناخذ واحد المقيله نعملو فيها بصله مشلضه، واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وواحد ضريس ديال الثوم يكون كبير اولا جوج صغار. غادي نخليو البصيله ديالنا كتشحر حتى كتذهب، وكنضيفوا عليها كميه ديال الدجاج اللي كتبقى على حسب الرغبه ديالكم، يعني كتزيدوا وتنقصوا على حسب الحجم ديال المول اللي نتوما غادي تستعملوا. ومن بعد غادي نضيف التوابل اللي هما: بالنسبة للتوابل، راس معلقة صغيرة من كل حاجة، يعني سكينجبير، زريعة القزبور، شوية ديال السودانية، شوية ديال التحميرة، شوية ديال الملحة، وشوية ديال الإبصار، وشوية ديال الكركم ولا الخرقوم بلدي. هادو هما التوابل اللي غنحتاجو، كنضيفوهم على الدجاج وكنخلط مزيان باش يتشرب لينا هداك الدجاج والبصلة هادوك التوابل. من بعد ما كتبان لينا المقيلة ديالنا نشفات، يعني مكنضيفوش ليها الماء، راه الدجاج كيطلق شوية ديال الماء، يعني ما تزيدوش نهائيا الماء. في اخر مرحله، يعني قبل ما نطفي عليها، كنضيف لادان دفيمي. هاد لادان دفيمي تيبقى اختياري، الا كان توفر عندكم زيدوا. انا كندير بعض المرات هاد الكغاتان هذا للغدا بلا ما نضيف هاد لادان دفيمي، يعني غير كان توفر عندي وانا نزيدو صافي. وكنطفي على هاد المقيله ديالي وغادي نخليها على جنب، وندوزو دابا نحضروا باقي المكونات. من بعد غادي ندوز نقلي البطاطا. بالنسبه للبطاطا، ملي كتقطعوها كتحاولوا انكم تغسلوها مزيان من ديك النشا اللي كتكون فيها وكتقليوها. ممكن انكم ديروها في الفرن، ممكن انكم ديروها في الاير فراير اللي بغيتو. انا فضلت نقليها ما شربتش نهائيا الزيت. بالنسبه لصلصه البيشاميل، كناخذوا معلقه كبيره تكون عامره ديال الزبده، كندوبوها في كاسرونه وكنزيد عليها جوج معالق كبار ديال الدقيق الابيض. كنخلط مزيان حتى كتلبس ليا هذيك داك الدقيق مع ديك الزبده، يعني كتشرب ليا داك الدقيق الزبده. ومن بعد كنزيد الحليب. بالنسبه للحليب، انا عندي هنا نصف لتر ديال الحليب. كنخلط هذا الحليب مع هذاك الدقيق والزبده، نخلط مزيان. ومن بعد غادي نزيد التوابل اللي هي الملح والابزار فقط. هادو هما المكونات اللي غادي نعملو في صوص بيشاميل. الطريقه راها واضحه وسهله. غنخلط هاد المكونات مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على كريمه اللي كتكون عاقده. هذا هو الشكل ديالها. غادي نطفي عليها وندوزو على بركه الله نمونطيو الكراتان ديالنا. كناخذوا مول اللي نتوما بغيتو. انا خديت هذا ديال الزاج. كنعملوا واحد الطبقه ديال صلصه البيشاميل هكذا باش كتثبت ليا ديك البطاطا ملي كنوضعها في الاسفل، وكتجي حتى بنينه. يعني ملي كنحطوها في ديك صلصه البيشاميل، ملي كنوضعوا عليها هذيك البطاطا كتجي مزيانه. كنزيد شويه ديال الفرماج باش يعطينا التعليكه. وهذه هي البطاطا ديالي من بعد ما قليتها. كيف ما سبق وقلت لكم، ممكن انكم ديروها في الفرن او لا ديروها في الاير فراير اللي بغيتو. من بعد ما عملت طبقه ديال البطاطا، غادي نعمل طبقه ديال الدجاج اللي خلطته مع لادان فيمي. كيف ما قلت لكم، ماشي ضروري الا ما كانش عندكم. انا كندير هاد الكغاتان بلا لادان فيمي، غير كان متوفر عندي وزدته، يعني ممكن انكم تستغنيو عليه. صافي. وكنعمل هذيك الطبقه ديال الدجاج، ومن بعد كنقاد مزيان هذاك الدجاج فوق من هذيك البطاطا باش كيجيو السطح ديالو مقاد. ومن بعد غادي نديرو صلصه البيشاميل اللي حنا سبق لينا صاوبنا، غنغطيو بها الوجه ديال الكراتان كامل. صدقوني هذا الكراتان كيجي لذيذ بزاف، خاصه ملي كتكون صراحه الحراره. كنبغيو شي حاجه اللي تكون خفيفه. ممكن تقدموا مع شليضه، يعني اللي بغيتو نتوما، مع عصير يكون مبرد. من بعد ما عملت هذيك صلصة البيشاميل من الفوق، عملت الموتزاريلا من الفوق. غندخل الفرن اللي كيكون شاعل من الاسفل ومن الاعلى حتى كيتكراتينا ونخرجوه. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، اللي كانت عباره عن كراتان بالدجاج وبالبطاطا. كراتان اللي كيجي رائع جدا وبنين بنين. متاكده بانكم الا جربتوه غتوليو ديروه شحال من مره. كيجي ساهل، لذيذ لذيذ بزاف، وليداتكم غادي يعجبهم. وممكن انكم تقدموه في مولات فرديه، ماشي ضروري انكم ديروه في مول ديال الزاج، كاينين مولات فرديين. وكتقدموه بالصحه والراحه لوليداتكم ولعائلتكم. كيف العاده ما نساش نذكركم اللي اول مره كيزور القناه ما ينساش يشترك في القناه، وكذلك يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. لايك الفيديو اللي عجبكم، ولا عندكم اي سؤال خليوه لي في التعليق، ان شاء الله غادي نجاوبكم. كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه، ونتلاقاو باذن الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.